واش عمرك حسيتي بأن الله نساك؟ واش مر عليك وقت كتقول فيه دعيت وبكيت وصبرت وما تبدل والو؟ واش دابا كتسمع هذا الفيديو وانت مهموم، ولا انت مهمومه مريض ولا مريضه، ولا موجوع ولا موجوعه من الداخل ومخنوق بلا سبب؟ الا كان الجواب نعم، راه هذا الكلام ليك او ليكي وما جاكش صدفه. اذا حبس معايا شويه وتنفس بعمق وقول في خاطرك يا ربي راه تعبت وما بقى ليا الا بابك. دابا خليني نحكي لك قصه قصيره وقيل كل شيء كيعرفها، ولكن معناها كبير بزاف. قصه سوره الضحى اللي هي القلب ديال الفيديو ديالنا اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الفتره صعيبه، مر من هاد الفتره صعيبه بزاف عليه. علاش؟ حيت الوحي تاخر، جبريل ما هبطش عنده وما نزل لا وحي لا والو. الوحي حبسو، يعني الله سبحانه وتعالى حبس الوحي الايام وبل لاسابيع على قول بعض العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، ماشي حيت باغي الوحي فقط، ولكن حيت خاف يكون الله غضب عليه، خاف يكون نساه ولا خلاه، وتزاد الجرح. المشركين هنا بداو كيشمتوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليه راه ربي سبحانه قالاك، إن ربك قالاك، يعني خلاك، نساك، تركك، يعني راه خلاك ربك. شوفوا الألم، شوفوا الوضع شحال صعيب. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله عز وجل تيجيه هاد الفكر، يعني كتجيه هاد الفكرة في القلب ديالو، يعني هذه رسالة قوية. وهنا نوقفوا شوية، يعني أنا كنخاطبك وقف شوية وسول راسك. إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم حس بهذا الشعور، واش غريب زعما حنا نحسو به أو أنت تحس به؟ إذن في هذا المخاض هذا نزلت سورة الضحى، نزل الله سبحانه وتعالى سورة الضحى في وسط هذا الحزن ووسط هذا الصمت ووسط هذا الألم. نزل الوحي ونزل بكلمات قليلة، ولكنها أعظم عزاء في التاريخ. أعظم عزاء في التاريخ. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الله كيحلف بالضحى يعني بالنور، وبالليل يعني بالسكون. بحال إلا كيقول راه حتى الليل إلا طوال كيمشي وكيبان الضوء، كيجي النهار. إذن هنا في هذه الصورة أقوى آية لكل مهموم: ما ودعك ربك وما قلى. يعني سمعها مزيان، ما ودعك ربك، ما ودعك يا محمد، ما ودعك ربك، ما قلاك، ما نساك. راه الله ما تخلاش عليك. إذن أيها المهموم حتى أنت، ما نساك ربك، ما تخلاش عليك حتى إلا حسيتي بالعكس. إذن هنا كلام مباشر للمشاهد، لكل مهموم، كل مريض، لكل مغموم، لكل اللي عنده شي مشكل. إلا كنتي مريض، إلا كنتي كتعاني، إلا كنتي كتحارب الاكتئاب، إلا كنتي كتدعي وباين لك يعني الدعاء كتقول ما كاين والو، ما ظهرت حتى علامه، راه هنا كيقول لك الله عز وجل دابا راه ما قالكش الله سبحانه وما نساكش الله سبحانه وتعالى. إذن هنا في سورة الضحى رسالة للمستقبل، رسالة ديال غدا. شنو هي الآية الآتية: وللآخرة خير لك من الأولى. يعني راه الآخرة خير لك من الأولى، يعني الأيام المقبلة خير لك من هذه اللي فاتت، من هذه اللي دازت. الأيام اللي جاية حسن من الأيام اللي دازت،
حتى الا دابا كتشوف غير الظلام يعني وكتقول وقانط، ورغم انه ربي قال لك لا تقنطوا من رحمه الله، وماشي ضروري الخير يكون مثلا فلوس، صحه، زواج، يمكن يكون سكينه، يمكن يكون صحه، يمكن يكون قوه القلب، رضا، القرب من الله. هنا كيجي الوعد الرباني والوعد من الله عز وجل اللي كيقول لنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني غيعطيك الله، ما قالش غيعطيك شويه، ما قالش غيعطيك شي حاجه في المية، لا، قال يعطيك حتى ترضى. والله ما كيكذبش اخي اختي، الله ما كيكذبش. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني غيعطيك حتى ترضى. هنا ربط الحياه ديالنا، يعني ربط الحياه ديالنا بهذه الصوره. حنا بغينا الفرج دابا، الله كيبغيه في الوقت اللي كيناسبه هو واللي عارف هو، حيت هو من يدبر الامر، هو من يعلم الغيب، هو اللي كيعرف الصالح ديالنا واللي فيها الخير واللي ما فيهاش الخير. حنا دابا كنشوفوا غير اللحظه بالاستعجال ديالنا، كنقول ايوا طلبت خص دابا الاجابه، لا، حنا كنشوفوا اللحظه، ولكن الله كيشوف القصه كامله ديال حياتك، كيشوف القصه كامله. الايات اللي كتداوي الجراح، ايوا اجيو تسمعوا الايات اللي كتداوي الجراح. اول ايه الم يجدك يتيما فآوى. هنا سؤال والجواب راه غتعرفوه عند جيرانكم، في عائلتكم، في حبابكم، في الناس اللي كتعرفوا في الكون. شحال من يتيم تزاد بلا اب، شحال من يتيم تزاد ماتت الوالده ديالو، شحال من يتيم عنده 4 سنين 6 سنين مات الوالد ديالو ولا مات الوالده ديالو. واش ماتوا من الجوع؟ واش ماتوا من القهر؟ لا، تولاهم الله سبحانه وتعالى، آواهم الله سبحانه، حتى ولو كان يتيما فالله عز وجل آواه. ألم يجدك يتيما فآوى. كنتي بوحدك بلا أب بلا أم، كنتي بوحدك غير مع أمك وآواك، يعني ربي سبحانه وتعالى نساك داك الجانب ديال الأب، أو كاين باك ولكن الام ديالك ماتت نساك داك الجانب ديال الام، كنت بوحدك الله اواك. نزيدوا الايه اللي كتداوي الجراح، الايه الثانيه ووجدك ضالا فهدى. كنت تايه، كنت كتعصي الله، كنت في الطريق العوج، كنت تابع الشيطان، تابع نفسك، فهداك الله، فهداك الله. يعني راه كاع الناس كتعصي الله ولكن كيتوبوا والله كيهديهم وكيتوبوا، كيتوب عليهم باش يتوبوا. ووجدك ضالا فهدى. كنت تايه الله هداك، كنت كتعصي الله هداك، كنت كتزني الله هداك، كنت كتسرق، كنت كتغتاب، كنت كتنمم، كنت الى اخره، ولكن الله هداك. اذا هذه الايه الاخرى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا، كنت محتاج، وجدك فقيرا ما عندك حتى حاجه، والله كفاك، غناك، اعطاك الرزق، اعطاك العمل، اعطاك، سهل لك الامر، سخر لك العباد اللي عاونوك واللي خدموك واللي هزوك المرتبه ديالك. ولكن الله عز وجل كنت محتاج، الله كفاك، الله كفاك. اذا هنا احبابي في الله غنجيو نوقفوا واحد الوقفه صادقه. راه اللي عاونك مره قادر يعاونك دابا، وقادر يعاونك غدا، وقادر يعاونك حتى في حياتك كلها. الله لا ما كتغلبو حتى حاجه الله سبحانه وتعالى. الخلاصه القويه من هاد سوره الضحى ما نزلاتش غير باش تقرا في الصلاه، يعني نقراوها في الصلاه ديالنا، لا، نزلات باش تطمئن القلوب المكسوره. الكل قلب مكسور كيقول لك ربي هون عليك، ابشر، راه الفرج جاي.
باش تقول للمهموم صبرك راه ما ضاعش، باش تقول للمريض راه الله قريب، راه الشفاء قريب. اذا احبابي في الله، الله كبير والفرج في سورة الضحى. قراوها مزيان وفهموها مزيان وعرفوا علاش كتهضر، وربي سبحانه وتعالى غيفاجئها على كل واحد. يا الله فرج على كل مهموم، شفي كل مريض، جبر خاطر كل قلب مكسور، وخلي سورة الضحى نور في حياتنا كما كانت نورا لقلب نبيك صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أودعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.